بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب. النهاردة بقى هنعمل دكر بط بطريقتي. دكر بط بقى حاجة كده جميلة. طبعا انا عملت قبل كده البط الدمياطي، وعملت عملته محشي فريك كمان وحطيت له جوز هند ومكسرات يعني. طبعا الدكر البط لازم علشان يعني تعمليه لازم يتغسل كويس قوي 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 قوي، متبقاش فيه ولا شعرايه زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. طبعا بيتغسل بخل وليمون. طبعا لو في شعر بتطلعيه بدقيق. طبعا لا، احنا يعني الراجل كان منضفه كويس جدا، بس احنا بقى التنظيف بقى البيتي. الغسيل كويس، يتنقع في خل وليمون. آه، يعني بيتغسل كويس جدا عشان ما تبقاش شربته مش حلوة او هو طعمه مش حلو. فلازم نضيع ريحة البط دي منه خالص. طبعا انا كده كنت غسلته وحطيته في ليمون وحطيته في خل. وطبعا زي ما انتوا حضراتكم شايفين مفيش ولا شعرايه. طبعا انا كنت جبت حله وحطيت فيها ميه وحط فيها طبعا احنا عارفين نسيبها يعني هنحط بقى فيها ذكر البط، ونحط لورا وحبهان وبصل و... وطبعا دي علشان طبعا بتخلي الشوربه حلوه، اللورا والحبهان. وحطيت طبعا ملح، وطبعا هنحط بقى ذكر البط ده يتسلق كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. هي الحلة كبيرة لازم تكون تاخده، تكون قده كده، ميبقاش فيه متبقاش صغيرة يعني عشان يستوى كله مع بعضه. طبعا حطيت بقى الجناحة والكبدة والحاجات دي كلها. هي الجناحة والكبدة بس والقنصة بس والزور. اي حاجة تانية لا، ملناش فيها يعني. وهنسيبه بقى ذكر البط يستوى ويبقى جميل، طعمه كده حلو جميل. وكان عايزه اقول لكم كان طعمه جميل جدا، خرافه. طبعا اهي الحبهان واللورا والبصل طبعا حطيتهم في الميه عشان يدوا للشوربه طعم حلو. طبعا هنعمل معاه باميه. طبعا بناخد من الشوربة، وطبعا احنا عارفين البامية بتعمل ازاي. بنحط بقى طبعا لو شوربة بتحطي عليها الطماطم عادي، وبتحطي بقى طبعا الثوم وبتحط تكوني مخرطة الثوم على البامية وقرن فلفل وبيتحطوا معاهم وبيسبكوا وخلاص. على كده بتبقى دقيقة بامية حلوة خالص. وانا عملت البامية كده كتير معاكم. هنا بقى هقفل عليه بقى خالص وعلشان يستوى كويس قوي. وطبعا هنا كان استوى وطلعته وهدخله بقى الفرن. طبعا انا كل اللي بعمله ان انا ما بدهنوش، المفروض ان احنا بندهنه سمنة فلاحي يعني، بس هو هينزل دهون الدنيا كلها. فطبعا انا بجيب حبة فلفل اسمر وبحطهم، هو ده الفلفل الاسمر ده هو اللي بيديله الحمار في السوا في التحمير، بيبقى احمر خالص حضراتكم هتشوفوه. طبعا وهنا كنت عملت رز معمر، والرز المعمر عملنا برضو مع قبل كده كتير. الرز المعمر ده عبارة عن لبن. لو انت هتعملي كوبايتين رز يبقى هتحطي كوباية شوربة وكوباية لبن، او كوباية مية وكوباية لبن تسيبيها تغلي وبعد كده تسقطي البتاع، ولو في قشطة بتحطيها. طبعا ده بيسهل الوقت لان بياخد وقت جامد قوي قوي في الفرن. فانا علشان يعني الغدا وكده، فانا طبعا عملته في الحلة فوق على البوتاجاز. وبرضه بيبقى زيه بالظبط، بس الوش بيبقى من تحت القعر وابيض من فوق. اما تيجي بقى تغرفي بيطلع الحمار بتاع
الوش بتاع الرز المعمر وبيطلع. هنا كنت حضرت بقى الشوربة علشان اعمل البامية، وحطيت عليها فلفل اسمر، وهي فيها طبعا بصل. وطبعا كنت محضرة طبعا البامية هسقطها والطماطم كله مع بعض. لعلمكم ما تحطش الاكل عشان التسبيك بيبقى غلط جدا على الكلى، فيكون كله ني في ني. حطش كله ني في ني، بيتسبك وبيبقى في منتهى الجمال. وحضراتكم هتشوفوا برضو البامية شكلها عامل ازاي. طبعا البامية بتقمعيها وطبعا بتغسليها وبتقمعيها وتكوني محضرة قرن فلفل، وكمان تبقي مخرطة عليها بامية بتاع دهوت توم، خرطيه حلقات كده عليها بيديها شكل وطعم جميل. طبعا كده كان خرج من الفرن اهو الدكر البط. شايفين جماله وحلاوته، شايفين الحمار ده من الفلفل الاسمر، بترش عليه كده فلفل اسمر يديك اللون الاحمر الجميل ده. طبعا ده غني عن التعريف يعني، وهو زي ما حضراتكم شايفينه يعني جميل جدا. وطبعا البامية كانت جميلة جدا جدا جدا. اعملوها ني في ني علشان الكلى بتتعب من تسبيك الطماطم. فزي ما حضراتكم شايفين دكر البط، وهتشوفوا طبعا البامية واضحة وجميلة جدا. لو عجبتكم طريقتي متنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة يوصلكم كل جديد. هنا بصوا البامية، شايفين البامية وجمالها وني في ني. يعني ما تسبكيش الطماطم خالص لانها متعبة للكلى. شايفين الجمال، شايفين الرز المعمر. يعني هنا كسبت وقت وطلعته زي ما هو يعني.